ازاي تعرفي ان راجل برج الحوت بيحبك؟ مش بيحبك بس، ده بيعشقك. انا هدير، ودي قناتي. بتكلم عن الابراج والتوافقات، وبحل كمان مشاكل عاطفيه. لو اول مره تشوفوني في القناه يا ريت ننزل دلوقتي حالا نعمل اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا على الفيديو علشان ما نضيعش وقت. معاكم هدير. خلينا متفقين ان راجل برج الحوت من الابراج اللي رهيفه المشاعر. برج مائي، يعني ايه يا جماعه؟ اول لما اقول لكم برج مائي اعرفوا على طول او ترجموا ان الابراج المائيه في الرجاله رومانسيين. رومانسيين قوي، عاطفتهم جياشه. عارفين ايه عاطفتهم جياشه؟ يعني لما بيجي بيحبوا بيغرقوا في الميه. عارفين الشخص لما بيغرق في الحب، بيغرق في الميه. فهم ابراج مائيه، فهو بيغرق في الحب، فهو حوت. تخيلوا بقى حوت، الحوت بيغرق جوه، غوص في الميه او بيعوم في الميه زي الحوت. هدير، ازاي اعرف ان راجل برج الحوت بيحبني بجد مش بيتسلى؟ انا هقولك على شويه خطوات او شويه حاجات لو عملها معاكي اعرفي فعلا ان هو بيحبك فعلا وناوي على خير ومش بيتسلى بيكي. بس ركزي معايا كويس جدا جدا في الفيديو ده، لان راجل برج الحوت من الابراج برضو اللي عينيها زايغه، والبنات الحلوه بتلفت نظره وهو يحب يبص كده ويبص كده. فانت لازم يكون فيكي حاجات كتير قوي. هو الحاجات دي لو عملها يعني اعرف ان هو بيحبك. اول حاجه هتعرفك ان راجل برج الحوت بيحبك، هتلاقيه اول لما يبتدي يتعرف عليكي هتلاقيه فضولي قوي. فضولي، عايز يعرف عنك كل حاجه، بيسألك على كل حاجه. هتلاقيه بيهتم بيكي قوي، بيهتم بيكي 24 ساعه على 24 ساعه، لان هو بيبقى عايز يستكشفك، بيبقى عايز يشوفك انتي حياتك عامله ازاي وحياتك ماشيه ازاي واخبارك ايه. هتلاقيه كده اسبوعين 3 اهتمام 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 اوفر دوز. هتستغربي، اللي هو هتحسي ان هو خلاص بقى عايش معاكي من كتر ما هو بيهتم بيكي. الحوت في بداية يعني هو في العادي هو غامض، اوكي؟ فهو لما هيجي يتعرف عليكي حب شكلك، لقيكي لذيذة جميلة، هتخرجيه من عالم الخيال اللي هو عايش فيه والافلام والخيال العلمي اللي في دماغه. فهيحب ان هو يخوض معاكي تجارب، لان انت هتخرجيه من اللي انت فيه. هتلاقيه بدأ ان هو يتكلم معاكي، يهزر معاكي، يقتحم حياتك، يسألك أسئلة عاطفية. انت في حد في حياتك انت حبيتي قبل كده؟ انت الحاجات دي عشان يحاول يكسر الحاجز اللي ما بينك وما بينه. تاني علامة من العلامات اللي هتعرفك ان راجل برج الحوت بيحبك بجد، ان هو هتلاقيه بدأ ان هو يشدك برضه للعالم بتاعه. هيبتدي يقولك انا في افلام معينة بحبها، تعالي ايه رأيك لو تتفرجي عليها؟ انا في مثلا حاجات معينة انا بحبها، مش عارفة. هيبدأ ان هو يشاركك اهتماماته. تالت علامة من علامات ان انت تعرفي راجل برج الحوت بيحبك ولا لأ، هتلاقيه بيهتم بكل تفاصيلك، بيهتم بيكي في حتة ان انت لو عوزتي نجمة من السما هتبقى تحت رجليكي. تلاقيه بدأ يحتويكي وبدأ ان هو يهتم بتفاصيلك. هتلاقيه كريم معاكي لدرجة لا توصف. راجل برج الحوت من الأبراج الكريمة. رجل برج الحوت بيصنف الأول، بياخد المركز الأول في الكرم. يعني كريم لدرجة التبذير، ان انت مثلا لو عوزتي اي حاجة في الدنيا هتلاقيه ان هو بيجيبها لك. لو انت مثلا في مرة قلتي له ده انا نفسي مش عارفة ايه بتاع، هتلاقيه في مرة كده في قعدة رومانسية لذيذة هتلاقيه جابلك الحاجة اللي انتي كان نفسك فيها. اه هو ده راجل برج الحوت. لو عمل كده اعرفي ان هو بيحبك قوي قوي. خامس علامة من علامات اللي تعرفي بيها ان راجل برج الحوت بيحبك ولا لا، هتلاقيه رومانسي معاكي، هيغرقك رومانسية. ده بقى اللي هتعرفي ان هو بيحبك عن طريق الافعال والكلام. كلام درجة أولى، يغرقك بقى يا حبيبتي يا حياتي يا قلبي يا عمري يا روحي يعرف يتكلم حلو قوي. رومانسي قوي يا جماعة، قوي. اوكي، بلس ان هو هيجيب لك هدايا بقى ويغرقك حاجات حلوة ومش عارفة ايه وايه وايه، كل حاجة. الاتنين، الحوت بيجمع بين الاتنين، الافعال والكلام. فلو عمل الاتنين اتأكدي ان هو فعلا بيحبك بجد، وبيحب يصنع عالم كده مع نفسه في دماغه. بيحب الانعزال، يحب يقعد لوحده، يحب يعمل عالم، عايش في بابل، عايش كده في عالم، في خيال واسع قوي.
فبيعمل بقى مسرحيات وافلام وعالم وبتاع في دماغه، فاكيد بيبقى وروايات، فتبقي انت بطلة القصص اللي بتبقى في دماغه دي. اوكي، لو حبك بجد. راجل برج الحوت لو بيحبك هتلاقيه بيقولك انا بحبك، هيقولك انا بحبك كتير، هتلاقيه بيغير عليكي غيرة عمياء، تلاقيه بقى نرجسي في معاملته معاكي. يعني ايه نرجسي؟ يعني هيغير عليكي. انت خدي رأيي، لو انت خارجة، لو انت رايحة، لو انت جاية، هتلاقيه بقى بدأ ان هو فاهمة يعني انت خلاص يعني بدأتي بتاعتي، انا بحبك، اسمعي كلامي. الغيرة دي يعني تحسي ان هو بيولع نار كده من جوه، النار دي بتطلع عليك، هتلاقيه بيتخانق معاكي خناقات كبيرة جدا بسبب ان انت مثلا سلمتي على حد بإيدك، حد بصلك، لابسه لبس مش عارفه بتعملي ايه، حطيتي صورتك على السوشيال ميديا مثلا، هتلاقيه اتخانق معاكي. إيه، الحاجات دي دليل كبير جدا ان هو بيحبك فعلا. الحوت كده جدا. اذا راجل برج الحوت كريم جدا، بيعرف يحتويكي جدا، رومانسي جدا. واعرفي نقطة أخيرة مهمة جدا، ودي بقى اللي فيها الخلاصة كلها. راجل برج الحوت لو حبك 150% هيدخل البيت على طول من غير تفكير. ده بقى يعني ده شوية اللي لو حب هيقولك اديني رقم باباكي على طول. اوكي، على عكس شوية العقرب والسرطان، دول بقى ايه يعني بيحبوا الشد والجذب كتير. اوكي، يعني يحبوا يهيسوا ويطولوا ويمطوا في العلاقة. لكن الحوت لا، الحوت على قد ما هو بيحب البنت الصعبة وكده، بس على قد ما هو ما يحبش ان هي تكون لحد غيره، فيحجزها على طول وياخدها على طول. اوكي، فهتلاقيه دخل البيت من بابه على طول يا جماعة. الموضوع ده صدقوني 150%. انا بقول لكم طبعا العلاقة ما بينكم ممكن تستمر 6 شهور ماكسيمم، وبعدين بيبدأ يجي يخطبك ويبقى عايز يرتب ويخلص كل حاجة. اكيد كل حد بيكون فيه عيوب وفيه مميزات، بس الحاجات اللي انا قلتها دي هيعملها لو هو بيحبك بجد. عمل عكس كده اعرفي لان هو بيتعرف بس كده وخلاص، مش اللي هو تمام. لو عايزه بقى تعرفي ازاي تجذبي راجل برج الحوت ليكي، ازاي تخليه كده يتجنن بيكي، يتجنن كده يتجنن بيكي، اكتبولي في الكومنتس. ولو لقيت الكومنتس فعلا عايزين نعمل الفيديو دوت، الفيديو اللي جاي على طول هيكون عن الموضوع ده. اللي ما عملش لايك يعمل لايك، واللي ما عملش سبسكرايب يعمل سبسكرايب. وكان معاكم هدير. معاكم هدير.